تفتكر يا صديقي مين الحيوان اللي يقدر يكسر الزجاج المضاد للرصاص؟ صلوا على الحبيب وتعالوا نعرف. نبدأ بالكونغر الأحمر، ركلة واحدة منه بتقدر تكسر ضلوع بني آدم، بس الزجاج المضاد للرصاص بيمتص الصدمة ولا في أي خدش واحد حتى. نيجي بقى للأسد الأفريقي، الملك اللي بيرمي بكل قوته على اللوحة، زئير يهز المكان وآثار مخالب واضحة، بس الزجاج ثابت وما اتحركش ملي واحد. أما الغوريلا بقى لكمة واحدة بس والطبقة الخارجية تتشقق وتعمل شكل شبكة العنكبوت، إنما من جوه لسه صلب ومستحمل. نيجي بقى للدب القطبي، أقوى حيوان بري أكل اللحوم على الكوكب، 50 كيلو نازلين على الزجاج مرة واحدة، قدر إنه يكسر كذا طبقة جوه، بس برضه مش اختراق كامل. أما وحيد القرن الأبيض اللي قدامكم هنا بقى اللعبة اتغيرت، قرنه بيركز أطنان من القوة في نقطة واحدة، اندفاع واحد بس، زي إزميل عملاق، ويخترق الزجاج مباشرة ويسيب وراه ثقب، بس برضه ما كسرش الإزاز كله. لكن الفيل الأفريقي بقى دمار شامل حرفيا، 6 طن من القوة ورا نابين ضخمين، الصدمة قدرت إنها تفتت الزجاج زي السكر وتفجره ل1000 حتة. لو عايز حقيقة أغرب وأقوى من كده ما تنساش تعمل متابعة للصف، وفي النهاية صلوا على الحبيب.